خلاص، شعبان بيلملم أوراقه وبيستعد للرحيل، وريحة رمضان بدأت تهل في كل ركن. الأيام دي هي وقت الاستعداد الحقيقي، مش بس للبيت لكن للروح كمان. مفيش وقت نضيعه، يلا بينا نبدأ الرحلة ونجهز لأجمل شهر في السنة. نزلت السوق والزحمة فيه لها طعم تاني، الخضار ألوانه تفتح النفس كأنه بيحتفل معانا. نقيت أحلى طماطم وخضرة عشان أول فطار دايما بيحب الأكل الطازة اللي معمول بحب. ودلوقتي المحطة اللي قلبي بيحبها، محل الفوانيس، النور والبهجة في كل مكان. نقيت فانوس رقيق وصغير ليا عشان يزين مكتبي، بس عيني راحت فوراً على الفانوس ده. فانوس كبير أصيل وشكله هيبة. ده مش ليا، ده للي علمتني يعني إيه رمضان. عديت بسرعة، جبت الكاسترد ورجعت على وداعا شعبان وأهلا رمضان، أهلا رمضان، يا فرحة قلب الإنسان العطشان. جيت داوي جرح السنين يا ضيف كريم على المؤمنين. أهلا بنسيم الليل الحاني، أهلا بدعاء يعلو الآذان، أهلا بركوع وسجود خاشع. أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان. كل حاجة بتتحرك سحر. اللبن بينزل، البودرة بتدوب، والتقليب بيخلي القوام مثالي. صبيته في الأطباق واحد ورا التاني، ريحته فكرتني بلمة زمان، وحسيت إن البيت فعلا بدأ ينطق رمضان. أخدت الفانوس الكبير وطلعت على أغلى مكان. وصلت عند ماما. أول ما شافت الفانوس عينيها لمعت. الفانوس ده مش مجرد زينة، ده تعبير بسيط عن حب ملوش حدود. ضحكتها هي اللي بتكمل فرحة رمضان فعلا. رمضان مش مجرد أكل وزينة، رمضان هو جبر خاطر ولمة عيلة وقرب من ربنا. استغلوا آخر أيام شعبان في الخير، وكل سنة وانتوا طيبين ومع حبايبكم متجمعين.